سيارة دي 20 المركبة في مصنع بايك ببتنة وبعد طرحها في الأسواق بدءا من جونفي الداخل ستكون الأرخص سعرا بتطبيق إلغاء القيمة المضافة، حيث ستسوق بمبلغ 100 مليون سنتيم. سيارات من مميزاتها نظام الأمان الألماني وتكنولوجيا المحرك الياباني واقتباس الشكل الخارجي من الانسيابية الألمانية. ديفا من علامة بايك، السيارة الأرخص سعرا في السوق الجزائرية، والتي من المنتظر أن تنطلق عملية تسويقها ابتداء من الشهر الداخل بمبلغ 100 مليون سنتيم. أرخص سيارة في السوق الجزائرية هي السيارة نتاعنا، وهذا بفضل رب العالمين سيارة اللي نقدر نقولوا سي لا كلاس بي مرسيدس، راح تكون ب 125 مليون. اونلفي لا تي في اون فا ديسوندر حتى ال 1 مليون دو دينار. دونك تو الموند يعني ان شاء الله اللي جا يركب في حياته سياره راح يركب عندنا احنا. ميزه السياره حسب المصنع انها تخضع لمعايير السلامه والامن، فضلا عن الجانب الجمالي والتصميم الانسيابي المحاكي لعلامه مرسيدس بانز. Une voiture فيها plusieurs options. Par exemple فيها les vitres électriques, condamnation centralisée à distance, فيها direction assistée, double airbag, climatisation digitale, le moteur 1.3 en essence, motorisation Mitsubishi 131 A131, la garantie عندنا 5 ans, 120 000 كيلومتر، ورانا رايحين نمشيو ان شاء الله vers un kilométrage illimité. السيارة التي سيتم تجميعها عبر 3400 قطعة في مصنع بايك بوادي الشعبة بباتنا، من المنتظر أن تكون حلقة أخرى في سبيل تقريب المواطن البسيط من إقتاء سيارته الخاصة، وخاصة وأن التسليم الفوري للزبون بإمكانه أن يحدث الفارق. هذه راهي فيها كل المواصفات اللي تتوفر في سيارة عالمية. سي ان فيكول اورو 5، لا ديسبونيبيليتي ليفريزون ايميديات. ديفا تحد جزائري آخر عبر تكنولوجيا آسيوية ونظام أمان ألماني بأيد جزائرية. الخطأ مش فينا احنا، الخطأ في الناس اللي نعطيوهم صلاحيات انهم هما اللي يخطونا. احنا نقول لك، انا نكون صريح معك، احنا تظلمنا بزاف في هذه الفترة هذه اللي فاتت، تظلمنا بزاف، كانت ناس بزاف دات امتيازات جبائية عالية جدا، وكانوا ضدنا، انا جو نسيت با لو نون، مي كانوا كامل ضدنا، كانوا حتى يهزوا يستعملوا اجهزة الهاتف، الفو با كيل باس بايك. بوركوا؟ خطر يشكل خطر عليهم. بايك راح يمد الاسعار الحقيقية للسيارات، الاسعار اللي تتوافق مع الاسعار العالمية وارخص من الاسعار العالمية. احنا رانا نجيبوا في السيارة الان تتكلف لنا ونبيعوا فيها ارخص من السيارة الامبورتي. احنا رانا نقولوا بصريح العباره من هذا المنبر هذا باللي احنا ما تحصلنا حتى على امتيازات جبائيه ولا امتياز جبائي. احنا كنا نخلصوا في الجمارك 100%، صدر الجمارك اللي مفروضه اذا كان 15% سلكوها، اذا كان 30% سلكوها، اذا كان 5% سلكوها. لا تي في نسلكوا فيها 100%، ومع هذا حافظنا على انها ارخص سياره في الجزائر من حيث السعر، يعني السياره الاقل سعرا عالميا، ماشي غير في الجزائر. هذه السياره هذه اللي قلنا احنا، اللي قلنا لو كان نتحصل على الاعفاءات الجبائيه نقدروا نوصلوها ل1 مليون دينار جزائري باش تولي سياره الشعب. العملاق هذا يعني بعد محاولات كبيره باش قبل يدخل معنا لهنا الجزائر. احنا حز في نفوسنا كي يقول باللي على الاول نو، انا راني نشوف في السوق نتاعكم مازالت مش ستابل. من بعد شاف السوق باللي كانت ستابل، وشاف باللي عنده شركاء نزهاء، قال نخدم معكم، لان هما سكيل شيرش النزاهه والاستقامه. سي اون سوسيتي تقدر تقول باللي 90% اللي جيري بار لي ميليتار. لو كاي تشارج اون ريبون او كاي تشارج 1000%، باسكو احنا لو بارتنير دخل معنا في الكابيتال سوسيال كشريك، يعني الان راهو معانا في ستاتيو، وصناعه ان شاء الله اللي يدخل فيها ان طو دانتيغراسيون. درك اكتيالمون يا 26%، وان شاء الله سا سار بور بيانتو، بالك ديسي واحد لي 4 5 موا اون اتون ليكزونوراسيون نتاع لوندي، خاطرها بور رامني لي ماشين اون شين روبوتيزي كي فا نو كوتي، يعني دراهم كبار، وباش نجيبوها يعني نقول لك لازم الدوله توقف معنا لحد بعيد. 5 6 موا
تولي لا لين دو سوداج عندنا لوكالمون، تولي لا لين دو بانتور روبوتيزي عندنا لوكالمون. رانا ان شاء الله نرافقوا في المؤسسات اللي موجوده محليا وكانت تنشط قبل ما نجيو احنا، قبل ما نبداو احنا، كيما المؤسسات اللي تصنع البلاستيك. لشركه خاصه عطينا لها لو كاي تشارج، الي اون تران دو فابريكي كيلكو موديل بور كيما لي بارشوك افون، لو بارشوك اريير، لي غارنيتور انتيريور، لو طابلو دو بور اي لي بياس اللي اون بلاستيك كامل. نديهم ان شاء الله احنا اللي باش ما نكلفوش هاد الشركات هذه الناشئه والفتيه باش تروح دير اومولوغاسيون سافا لور كوتي دلارجون بزاف. دونك حنا تفاهمنا مع الفورنيسور تاعنا مع لو جروب بايك باللي هو اللي درنا لومولوغاسيون. حتى لو بارتنير تاعنا حنا اون ايزيجي عليه في الكونترا، قلنا له باللي كي تعود القطع تتخدم في الجزائر وتتخدم بالمواصفات اللي طالبينها نتوما، دونك لازم توليو تاخذوا قطع غيار من عند هاد المصنعين هذو باش نشجعوهم. اللي افيك اون اوتوريزاسيون تاع لو كونستركتور قال لنا تقدروا ديروا هدرنا العلامه تاع بيبي بايك بلادي في الموديل، راح نعموها على الموديل تاعنا كامل، وراح نعموها ان شاء الله، لان قلت لك احنا الهدف نتاعنا ليكسبورتاسيون ولازم نديروا سمعه نتاعنا. الناس كي يعرف على الاول باللي هذه سيتون مارك بايك ماركوني انترناسيونال راح يقبل باش يستوردها. من بعد كي نفرضوا عليه احنا قال راهي نفس المواصفات نفس الاشياء لكن بالعلامه نتاعنا، راح ما يقدرش يرفض، لانه نفس الشيء سياره عندها ديجا سمعه، عندها المنتوج عنده سمعه.